أن نجاح الرسالة، نجاح المسيرة الوطنية اليوم اللي منظمها هذا كونفدرالية ديمقراطية الشغل الفيدرالية ديمقراطية الشغل هي رسالة سياسية، وأعتقد أن الرسالة ستصل، لأننا أمام حكومة تفتقد لرؤية شمولية، أمام حكومة تفتقد لأبسط قواعد التأطير في ميدان التدبير العمومي خصوصا في الشق الاجتماعي، أمام حكومة لا تحترم التزاماتها، أمام حكومة تبحث عن حروب كلامية ولا تبحث عن مخططات اجتماعية لحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة. وبالتالي نحن مستمرون في معاركنا النضالية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، إذا لم تفتح حوارا اجتماعيا جماعيا وثلاثيا كما هو متعارف عليه كونيا وكما تنص عليه التشريعات الاجتماعية الوطنية. وبالتالي نحن في الكونفدرالية والفيدرالية مستمرون في نضالنا إلى أن نحصل على مطالبنا كاملة. مؤخرا تم الاقتطاع من أجور المضربين بدون أي سند قانوني. نعم. ما هي الإجراءات النضالية الممكن لاتخاذها الاف دي تي بالمشاركة مع الإخوان في السي دي تي؟ سنجتمع من خلال أجهزة تقييم المعركة النضالية اليوم ولانتظار ما ستسفر عنه الحكومة، هل ستستجيب؟ إذا لم تستجيب فسيكون لكل حادث حديث، وسنستمر في معاركنا النضالية. شكرا سي العربي الحباشي.